تجمعت حشود من المتظاهرين في مدينة هانوفر الألمانية معلنين تضامنهم الكامل مع الثورة السورية. كانت هذه المظاهرة هدفها المطالبة بالحرية والديمقراطية للشعب السوري الشجاع الذي يقاتل من أجل حقوقه وكرامته. جاءت هذه المظاهرة تعبيرا عن دعم الناس في هانوفر للثوار السوريين المناضلين، ولإيصال رسالة قوية للعالم بأن القمع والاضطهاد لن يسكت أصوات الحق والعدالة. كانت هانوفر واستجابتها الرائعة لهذه الحدث إشارة واضحة على أن العالم يتضامن بالفعل مع الشعب السوري المظلوم. جابت المظاهرة شوارع المدينة حاملة الأعلام السورية العربية والشعارات المنددة بالنظام السوري وتطالب بالحرية والعدالة. تضاعفت حماسة المتظاهرين مع كل خطوة يخطونها، وكأن كل خطوة هي رمز للأمن والتغيير في سوريا. كانت أصوات الهتافات تعبق بالعزم والإصرار على تحقيق الحرية. شارك الكثيرون في المظاهرة من جميع الأعمار والجنسيات. كانت هناك أسر بأكملها تحمل الأطفال الصغار وتردد الشعارات بكل قوة. كما انضم إليهم الطلاب والشباب المؤمن بأهمية العدالة والحقوق الإنسانية. كانت هذه المظاهرة لحظة يتجمع فيها الكثيرون الذين يؤمنون بضرورة الوقوف بجانب الشعب السوري وعدم السكوت على الظلم الذي يتعرض له. أعلن المتظاهرون عن تضامنهم الكامل مع المطالب العادلة للشعب السوري، وحثوا المجتمع الدولي على التحرك بفاعلية لوقف مأساة الحرب في سوريا والعمل نحو السلام والاستقرار. إن هذه المظاهرة كانت بمثابة صرخة صادقة مثل صوت الكثيرين الذين يعانون من القمع والاضطهاد في سوريا. إنها رسالة قوية للعالم بأن الحرية والعدالة ليست مجرد كلمات فارغة، بل هي قيم ومبادئ يجب الوقوف لأجلها بجميع أشكال التضامن والتعبير عن الدعم. وفي ختام المظاهرة هتف المشاركون بشكل متكرر: الحرية لسوريا، العدالة للشعب السوري. كان صوتهم يتلاشى في الهواء، كلمة تحمل في طياتها الأمل والصمود، ورسالة لا تقاوم بأن الثورة السورية والحقوق الإنسانية لا يجب أن تنسى.